الضباب، جزيرة أشبه بكابوس مرعب اسمها سيليلر بارك أو منتزه الرعب. وهنا بتبدأ الكارثة لما جيكو موريا أحد التشيبوكاي بيسرق الظلال بتاعة الطاقم وبيستخدمها في تكوين جيش من الزومبي، وساعتها لوفي بيفقد ظله، وزورو وسانجي وباقي الطاقم بيدخلوا معارك مرعبة ضد الزومبي بأساليبهم وقدراتهم المختلفة. ووسط الرعب ده بيظهر شخص غامض هيبقى عضو مهم جدا في الطاقم بعد كده، واللي هو براك، هيكل عظمي بروح موسيقية. والمعركة الكبرى بتشتعل ضد جيكو موريا، ولوفي بيتحول لنايت مير لوفي بعد ما امتص 100 ظل مرة واحدة، وقوته كانت مرعبة بتقلب موازين المعركة وتنهي أسطورة جيكو موريا للأبد. لكن الصدمة الحقيقية بتيجي بعد الانتصار، بعد ظهور بارثولوميو كوما اللي كان جايبه مهمة واحدة وهي محو طاقم قبعة القش من الوجود. وفي أعظم لحظة وفاء في وان بيس، زورو بيضحي بنفسه وبيتحمل ألم لوفي وما قالش لحد أي حاجة. ولما سانجي سأله ايه اللي حصل ما قالش غير جملة واحدة بس: لم يحدث شيء أبدا. وبينتهي الموسم بانتصار، لكن بتمن نفس رهيب، وبيمهد الطريق لأقصى مرحلة قادمة في رحلة قبعة القش. فروح هات مسلياتك اللذيذة والبس سماعتك الجميلة وتعالى بينا نكمل باقي الحكاية. بعد كده بارسيميلي كوما بيرجع لمقر الحكومة وبيروح يبلغ سينجوكو واللي واخد رتبة أدميرال الأسطول، يعني القائد الأعلى لكل الأدميرالات، إن ما قدرش يخلص على لوفي ولا طاقم قبعة القش. وسينجوكو كان مستشاط غضبا، وطبعا جارب كان فرحان إنهم مش عارفين يعملوا حاجة مع حفيده، وبيقول لسينجوكو ما تخافش من لوفي، مش هيروح يقول للناس كلها اللي هو كسب جيكو موريا، ما تخافش من الفضيحة، هو ما بيحبش التفاخر. وعلى الجانب الآخر طاقم قبعة القش كان ماشي باتجاه الجزيرة اللي بعد كده واللي هي فيشمان ايلاند أو جزيرة البرمائيين. ولكن هم ماشيين نامي بتلاحظ إن في حاجة غريبة، وفعلا فجأة السماء اتملت بالسحب وبقى في دوامات وأعاصير في كل مكان، وده اللي خلى الطاقم يعرف إن الوضع خطر. في البداية بدأ كل واحد من الطاقم يتصدى للأعاصير والدوامات دهيت باستخدام الضربات بتاعتهم، ولكن الموضوع زاد عن حده. البحر كله عبارة عن أعاصير وارتفاعاتها بتوصل للسماء، وبنعرف إن اسمها أعاصير الثعبان. ولكن في النهاية نامي بتلاحظ إنهم قربوا يوصلوا للريد لاين أو الخط الأحمر، وبدأوا يتذكروا أول مرة جم فيها للخط الأحمر ساعة لما كلهم حطوا رجلهم على البرميل وقالوا الأحلام بتاعتهم، وده اللي خلاهم يتحمسوا وقرروا إنهم لازم يخلصوا من أعاصير الثعبان دي مهما كلف الأمر. وفعلا بدأ يستخدموا السرعة الفائقة بتاعت ساني ويمشوا على الأعاصير ولا كأنها مزلجة، وباستخدام قدرة ساني على الطيران بيطيروا وبيخرجوا من المكان اللي فيه الأعاصير. ممتاز يا شباب، أخيرا وصلتم للخط الأحمر، لو عديتوا من الناحية التانية هتدخلوا العالم الجديد. المهم نامي بتقول لهم احنا لازم ناخد بالنا من هنا ورايح، وده لأننا قريبين من الأرض المقدسة لحكومة العالم واللي اسمها ماريجوا. المهم بعد كده كل واحد بدأ يعمل حاجة معينة، يعني زورو بدأ يلعب حديد عشان يقوم من نفسه لأن مش راضي إنه يبقى ضعيف كده، خصوصا بعد اللي حصل لما قاتل بارثولوميو كوما. أما أوسب وتشوبر فكانوا بيلعبوا في المية. أما بقى روبن وبروكو ولوفي فركبوا الغواصة الصغيرة بتاعت ساني عشان يشوفوا ازاي هيعدوا للناحية التانية من الخط الأحمر، وده لأن البوصلة بتشير لكده جزيرة فيشمان ايلاند المفروض يوصلوا لها من قاع البحر. المهم وهم في الغواصة بيلاقوا وحش بحر شكله مخيف جدا وكان عاوز ياكلهم بس بيقدروا يفلتوا منه، وبعد كده طلعوا على السطح عشان الغواصة ما تقدرش تنزل للعمق أكتر من كده، الضغط بتاع المية عالي جدا. المهم وحش البحر اللي كان عاوز ياكلهم بيطلع وراهم ولسه مصمم انه ياكلهم، ولكن ضربة واحدة من لوفي بتخليه يرجع تاني للبحر زي الفرخة. ولكن قبل ما يعمل كده بيطلع من بقه حاجة غريبة، وساعتها كلهم بيلاحظوا ان دي حرية بحر ومعاها نجم بحر. ويا سلام على الصدفة، الحرية بتاع فوق سانجي بالظبط اللي جاب حرية البحر ونجم البحر ده لبطن وحش البحر. المهم الحرية دهيت بتشكرهم وبتقول لهم انا عاوز ارد لكم الجميل عشان تنقصتوني، وعرضت عليهم انهم ياكلوا كرات الاخطبوط المقلية. وطبعا لوفي فرح على الاخر، وبنعرف ان الحرية دي اسمها كامي، وده حاليا انها بدأت تحب طاقم قبعة القش. اما بقى نجم البحر اللي معاها ده اسمه باباجو، وده يبقى المعلم بتاعها. ايوه معلم عشان هو ترزي بيعلمها ازاي تخيط الهدوم، وهو اللي صنع لها التيشيرت اللي هي لابسه ده. المهم نامي كانت لسه هتقول لها ازاي نروح فيشمان ايلاند، ولكن لوفي بيقول لها لا خلينا ناكل اول الاخطبوطات المقليه. فكيمي بتقول له ماشي انا هتصل لك بهاتشي اللي بيطبخهم، وفعلا بتتصل بيه. ولكن المفاجاه ان مش هو اللي بيرد على التليفون، ده واحد تاني، وبيقول لها احنا تبع عصابه اسمها عصابه ماكرو واحنا خطفنا هاتشي صديقك. بتقول له ازاي ده هاتشي قوي جدا؟ قال لها ايوه وده لاننا استعنا براكبين الاسماك الطائره، قوتهم كبيره وبفضلهم قدرنا نكسبه، ولو انت عاوزه تنقذيه تعالي بسرعه للمكان بتاعنا. والمكان بتاعنا في ارخبيل سباودي قبل البستان 44 ب5 كيلو. احنا قاعدين في مقر عصابه راكبين الاسماك الطائره. وساعتها نامي بتقول صوت هاتشي ده مش غريب عليا. اما بقى كامي فبتعتذر من لوفي بتقول له مش هقدر اجيب لك الاخطبوطات المقليه، انا هروح انقذ صديقي هاتشي اول. لكن نامي بتقول لها احنا كلنا هنساعدك في انقاذ صديقك، وفي المقابل تقول لنا ازاي نروح جزيره فاشمان ايلاند. ولوفي لما عرف ان هاتشي ده هو اللي بيطبخ الاخطبوطات المقليه قرر ينقذه مهما كلف الامر. وبعد ما لوفي وافق كيمي بتطلع اصوات غريبه، وبنعرف انها بتقدر تتكلم مع الاسماك، وكانت بتنادي عليهم عشان يوروا لها للطريق للمكان اللي فيه عصابه ماكرو وراكبين الاسماك الطائره. وفعلا الاسماك بتطلع وبتتكلم معاها، وكيمي بتطلب منهم يوروا لها الطريق. وساعتها الاسماك بتنطلق وبالزعانف بتاعتها بتشكل اسهم بحيث الطاقم يتبعه ويعرف الطريق. وعلى الجانب الاخر بنشوف المقر بتاع
عصابه راكبين الاسماك الطائره، وبنعرف ان رئيسهم اسمه ديفال، وبيأمر راكبي الاسماك الطائره واللي هم تبع عصابته انهم يقبضوا على كيمي، لان اكيد هي جايه تنقذ هاتشي بعد ما قبضنا عليه. وطبعا ما يعرفش انها دلوقتي مع طاقم قبعه القش. واثناء ما الطاقم كان رايح للمقر بتاع عصابه ماكرو، نجم البحر باباجو بدا يكلمهم ويقول لهم ان المكان اللي احنا رايحينه ده مليان بعصابات الاختطاف، لان ارخبيل سباودي مشهوره بتجاره البشر، ويا سلام بقى لو حد قدر يقبض على حريه بحر ثمنها غالي جدا. وعشان كده عصابه ماكرو عاوزه تقبض على كيمي وتبيعها، فخطفوا هاتشي عشان يستدرجوها. وطبعا هاتشي قوي جدا ومستحيل حد يقبض عليه بسهوله، بس زي ما انتم سمعتوا هم استعانوا بعصابه راكبين الاسماك الطائره، ودول ناس اقوياء جدا، وطالما استهدفوك فانت هالك لا محاله. والزعيم بتاع عصابه راكبين الاسماك الطائره اسمه ديفال، وده راجل لابس قناع حديدي ومحدش يعرف وشه شكله ايه، ولكن لوفي مش بيهتم بكل ده وبيقول هننقذ هاتشي مهما كلف الامر. المهم فجاه الاسماك اللي بتوري لهم الطريق خافت جدا وطلعت تجري، وبتقول لكيمي احنا خايفين جدا في خطر جاي، وقامت ماشيه. وطلع ان دول راكبي الاسماك الطائره يا اصدقائي واللي جايين عشان يقبضوا على كيمي، ولكن عرفوا انها مع طاقم قبعه القش، فقرروا يبلغوا رئيسهم ديفال. ولكن لما تواصلوا معاه وعرف ان كيمي مع طاقم قبعه القش امرهم يرجعوا بسرعه، شكل كده الموضوع هيولع، وفعلا بينفذوا الاوامر وبينسحبوا من القتال. وبنروح بقى لديفال واللي بيكون غضبان جدا ومتشوق ان طاقم قبعه القش يجي، وبنعرف ان ما بينه وما بين احد افراد الطاقم طار قديم. ولما الثلاثه اللي هم بعتهم عشان يخطفوا كيمي رجعوا بيقولوا انت ليه رجعتنا؟ قال لهم انتم عارفين قد ايه انا مستني ان انا اقابل طاقم قبعه القش، وده لان احد افراد الطاقم ضرني ضرر كبير جدا مستحيل اسامحه غير لما اخد حق منه، ده انا كل يوم بحلم بكوابيس بسببه، واخيرا هو جاي لي برجليه لحد عندي. وبعد كده بيتكلم مع عصابه ماكرو واللي مكونه من 3 اشخاص، وبيقول لهم انا مبسوط ان احنا تعاوننا مع بعض، انتم هتاخدوا الحريه وانا اخد طاقم قبعه القش. ولكن لما هاتشي سمع ان طاقم قبعه القش جاي خاف جدا، وواضح ان يعرفهم قبل كده، وبيتضح لنا يا اصدقائي ان هاتشي ده هو اللي كان تبع طاقم ارلونج قبل كده لو تتذكروا. وفعلا بعد شويه بيشوفوا طاقم قبعه القش، وساعتها عصابه ماكرو وعصابه راكبين الاسماك الطائره بدا ينفذوا الخطه بتاعتهم. وفعلا طاقم قبعه القش بيوصل يا اصدقائي وبيشوفوا مقر راكبين الاسماك الطائره، وساعتها هاتشي بيكون محبوس في قفص حديدي وبيشوفهم وبيكون خايف بس يتعرفوا عليه، فبيغطي نفسه بالماده السوداء بتاعه الاخطبوط، وده طبعا لانهم عارفين ان كان شغال مع ارلونج وعارفينه. وساعتها هاتشي قال لكيمي ما تقلقيش عليا ده فخ، ارجع انت والطاقم اللي معاكي. ولكن بالرغم ان مغطي نفسه بالماده السوداء بتاعه الاخطبوط الا ان الطاقم بدا يشبه عليه. فسانجي بيقول له امال اخبار ارلونج ايه اليومين دول؟ فهاتشي بيقول له والله مش في احسن حال، البحريه قبضت عليه. هنا وقع في الفخ. كلهم عرفوا ان ده هاتشي اللي كان شغال مع ارلونج، وساعتها طاقم قبعه القش بلا استثناء قال احنا مش هنساعده، ده كان من احد الناس اللي خلى نامي تتعذب. ولما كيمي عرفت بكده وانهم مش هيساعدوه زعلت جدا، وده اللي خلاها تقرر تخاطر بحياتها وتروح هي تنقذه. ولكن لما نطت في الميه عصابه ماكرو بيمسكوها هي وباباجو، وطبعا هاتشي كان زعلان عليها جدا، ونامي كانت ملاحظه حاجه زي كده وقامت قايله خلاص خلينا ننقذ هاتشي، اكيد هو اتغير. وساعتها لوفي بيوافق على حاجه زي كده، بس طبعا عشان هو عاوز يدوق الاخطبوط المقلي. ولكن في الوقت ده راكبين الاسماك الطائره بيستعد للهجوم، اما لوفي فبيقدر ياخد كيمي وباباجو من عصابه ماكرو وبيحطهم في مكان امن. وساعتها لوفي بيامر الطاقم كله ان يستعد للقتال، والكل بيتحمس. وفي الوقت ده راكبين الاسماك الطائره بيحلقوا في السماء استعدادا للهجوم، وفعلا بدأوا يرخموا بالاسماك الطائره بتاعتهم. ولكن لوفي بيختار واحد وبينط وراه وبيقول له خلينا نجربها. ولما كانوا بيهاجموا الصن بالقنابل سانجي صدها بكل سهوله، وده اللي خلى واحد منهم يقول لهم كلنا ننزل الميه. وفعلا عملوا كده، بس السمكه اللي لوفي ركب عليها نزلت الميه هي كمان، وطبعا لوفي ضد الميه نزلوا وراه، والظاهر كده هم كمان نسوا انهم ضد الميه. المهم بيتم انقاذهم جميعا من قبل نامي وفرانكي. وبعد كده عصابه ماكرو استغلت الفرصه وكانت رايحه عشان تقبض على كيمي، ولكن زورو بيحرر هاتشي. وساعتها هاتشي بدا يشتبك معاهم قدام علقه محترمه، وكانت لسه الشبكات شغاله ما بين راكبين الاسماك الطائره وطاقم قبعه القش، وواضح كده انهم بداوا يستهدفوا السفينه. ولكن لوفي وسانجي تولوا الامر، ولكن للاسف بالرغم من كده الا ان عدد راكبين الاسماك الطائره كتير جدا ومش راضيين يستسلموا. وساعتها بروك بيقول ده اول قتال ليا معاكم كاحد افراد الطاقم، لازم اوريكم قوتي. وقام ناطط في الهواء وباستخدام السيف بتاعه بيعزف موسيقى بتخلي اي حد يسمعها ينام. وبعد كده نزل وقام ماشي على الميه وهتك يدعك فيهم. وساعتها لوفي بينضم للقتال وقام نطط على واحد منهم، ولكن بيلاقي نايم، وساعتها مش بيعرف يتحكم في السمكه الطائره وبينزل لمقر الرئيس ديفال. وساعتها بيشوف وشه، وهنا كانت الصدمه، وده اللي خلى ديفال يغضب على الاخر. وعلى الجانب الاخر واضح ان زورو الجروح بتاعته لسه ما اتشافتش من ساعه اللي حصل في منتزه الرعب، لدرجه ان كان اتصاب لولا تدخل هاتشي اللي انقذه. وفي نفس الوقت كل من روبن ونامي كانوا بيبذلوا ما في وسعهم في القتال، نامي باستخدام العصف البرقيه بتاعتها وروبن باستخدام الايادي بتاعتها. اما بقى لوفي فكان بيجري من ديفال اللي كان راكب تور وبيطارده. وساعتها ديفال بيخرج وبيقول اخيرا اليوم المنتظر جه، الراجل اللي كان نفسي اقتله من زمان واللي دمر حياتي واقف قدام عينيا، انت هتموت النهارده يا سانجي. وساعتها كلهم بيسالوا سانجي انت عملت له ايه، وسانجي ما هوش عارف، وده اللي خلى ديفال يغضب وبدا يهاجمه باسهم مسمومه. وساعتها لوفي قرر يتدخل وقام ضربه في وشه وشال القناع من على وشه عشان الناس تعرف
المشكله فين. وهنا كانت الصدمه يا اصدقائي، انا عرفت المشكله فين. الشخص ده الخالق الناطق بالظبط، الرسمه بتاعت سانجي اللي محطوط عليها مكافاه. وساعتها ديفال بيقول له انت ما تعرفش انا عانيت قد ايه بسببك، دي بحريه بتطاردني مع اني عمري ما كنت قرصان ولا اعرف حاجه عن القراصنه. ولكن سانجي كان غضبان على الاخر وما استحملش وقام ناطط عشان يروح له ويعلمه الادب. وبالرغم ان ديفال كان عمال يشتكي له ويعرفه قد ايه هو عانى بسببه وبسبب ان الصوره بتاعته شبه وشه، لكن سانجي مش بيهتم وبيضربه في وشه ضربه قويه جدا. وسانجي قعد يتذكر ان هو اصلا كان متضايق ان الصوره بتاعته اترسمت بطريقه غلط ومخليها شكله مش حلو. اما بقى ديفال فكان بيحكي ان هو في يوم كان خارج من المطعم فلقى بحريه متجمعه حواليه وبتقول له سلم نفسك يا سانجي. ومن ساعتها هو عايش في كابوس وبيهرب من مكان لمكان، البحريه بتطرده من جهه وصائدين الجواز بيطردوه من جهه، وكل ده بسبب سانجي. وعشان كده هو متضايق من سانجي، ولكن سانجي مش بيهتم وبيمسكه من رقبته وقال له انا ماليش دعوه بقصتك الحزينه دي. ولكن ديفال بدا يهاجمه وبيؤمر راكبين الاسماك الطائره بالهجوم عليه كمان، وبيقدر يوقعوه في الفخ وبيمسكوه بشبكه حديديه وبينزلوا بيه لتحت البحر، والهدف هو اغراق سانجي. وساعتها الكل كان قلقان عليه ومش عارفين يعملوا ايه، لكن ديفال كان فرحان انه هيقتله خلاص. اما سانجي فكان بيودع لولا ان كيمي قررت تتدخل بسرعه وقامت نطه في البحر وقررت تنقذ سانجي، وبنعرف انها اسرع من اسماك البحر الطائره وفعلا بتوصل له. اما بقى راكبين الاسماك الطائره فقرروا بكل خباثه انهم يدمروا صاني وينزلوا عليها مرساه كبيره جدا، ولكن فرانك بيقول لهم ما تقلقوش احنا هنستخدم السلاح السري بتاع صاني. وفجاه بنلاقي ان الشمس او الاسد اللي في المقدمه بتاعت صاني بدات تلف بسرعه كبيره جدا، وساعتها السفينه بدات ترجع للوراء. وساعتها فرانك بيامر اوسوب ان يقعد في مقدمه السفينه بسرعه، وساعتها اوسوب بيلاقي جهاز تحكم بالكامل كانه مكوك فضائي. اما صاني فبتفتح بقها وبيطلع مدفع منها، وساعتها اوسوب بدا يحدد الاهداف اللي هيتم اطلاق النار عليها وبيضغط على الزرار، وهوبا بتطلع كميه كبيره جدا من الطاقه من صاني حرفيا بتمسح كل اللي قدامها لدرجه ان مقر عصابه الاسماك الطائره اتدمر بالكامل. وساعتها الكل كان مصدوم من الروعه دهيت، وبنعرف ان الضربه دهيت محتاجه 3 براميل من الكوكاكولا. وعلى الجانب الاخر خلاص كيمي قدرت تنقذ سانجي وبتطلع على السطح. وطبعا ديفال كان غضبان جدا لدرجه ان كان هيهاجم لوفي، ولكن لوفي بيصد الهجوم بتاع التور بتاعه بيقول له ارجع والا هتموت. وساعتها التور بيخاف وقام سايب ديفال وطلع يجري، ولوفي كان لسه هيكمل القتال ولكن سانجي بيقول له سيبهولي انا يا لوفي انا هعلمه الادب. فساعتها ديفال بدا يطلق على سانجي كميه كبيره جدا من السهام، ولكن سانجي بيتفاداه وبيضربه في وشه ضربات قويه جدا حرفيا دشمل له وشه. ديفال بيقول له ما بالراحه يا عم، ولكن سانجي انهال عليه بالضربات، ضربه يجي 1000 ضربه في وشه لدرجه ان غير له شكل العظم بتاع وشه، وقام قال له انا عاوزك بقى تشكرني، الضربات اللي انا ضربتها لك دي هتخلصك من العذاب اللي انت فيه. وطبعا الطاقم بيمشي بعد كده، ولما ديفال اعضاء عصابته بيصحوه بيتفاجئوا ان شكله اتغير بالكامل، وساعتها بيبص في المرايه وبيعرف خلاص ان المعاناه بتاعته هتنتهي. اما بقى الطاقم فكيم بتفق بوعدها وبتخلي هاتشي يطبخ لهم عدد كبير جدا من الاخطبوطات المقليه، والكل كان فرحان جدا بالطعم بتاعها الجميل. وبعد ما الكل اكل واتبسط بيتفاجئوا ان في حد بينادى عليهم وبيقول لهم استنوا ما تمشوش لازم اشكر سانجي اول، وبيتضح ان ده ديفال بعد ما سانجي غير عظم وشه وخلاه شكله يبقى وسيم. وساعتها بيوصل لهم بقى بيقول لسانجي يا سيدي شكرا ليك عشان غيرت شكل وشي، انا دلوقتي بقيت وسيم والبنات هتحبني، حياتي من هنا ورايح هتبقى احسن، وعشان كده جيت عشان اشكرك انت خلصتني من المعاناه. لدرجه من كتر ثقته في نفسه كان مفكر ان نامي هتحبه، ولكنها ما بتهتمش بيه طبعا، الرق على الشخصيه يا ابني صدقني. المهم قبل ما يمشي بيسيب رقم لسانجي وقال له لو وقعت في اي مشكله انا هبقى سداد ليك، وقام ماشي وسايبهم. المهم بعد مرور بعض الوقت وبعد ما شربوا شاي واستريحوا كيمي بتقول لهم احنا لازم اول نروح لارخبيل سباودي، فهاتش بيقول لهم بالظبط كده لان ما ينفعش تروحوا فيشمان ايلاند الا لما تروحوا لارخبيل سباودي اول، وده لان انتوا مش هتستحملوا الضغط العالي لما تغوصوا في الميه عشان تروحوا فيشمان ايلاند. فبابا جو بيقول لهم في طريقين ممكن يودوكوا للعالم الجديد، اول طريق العبور من فوق الخط الاحمر، وده طبعا محتاج ان انت تاخد ترخيص من الحكومه العالميه، وساعتها هتعدي من فوق الارض المقدسه ماريجوا، وطبعا بما انكم قراصنه فالحكومه مش هتسمح بحاجه زي كده. اما بقى بالنسبه للطريق الثاني هو من خلال انكم تروحوا فيشمان ايلاند، وكيمي بتقول الطريق لفيشمان ايلاند موجود في فتحه صغيره في قاع المحيط اسفل جبل الخط الاحمر. ففرانك بيقول لكيمي طب ازاي السفينه دي مش هتعرف تغطس في الميه، فكيمي بتقول له ما تقلقش عشان كده انت هتروحوا ارخبيل سباودي عشان تغلفوا السفينه وتعرف تغوص تحت الميه. وفعلا يا اصدقاء بيوصلوا لارخبيل سباودي، ولما وصلوا الجزيره اتلاقوا مليئه بالفقافيع، فهاتش بيقول لهم الجزيره دي مليئه بالاشجار وفيها 79 شجره تحديدا، وكل شجره تعتبر جزيره صغيره، وطبعا الاشجار مترقمه. واحنا دلوقتي هننزل في البستان رقم 41 او الشجره رقم 41، وما بين كل بستان او جزيره صغيره جسر بيربطوا بالجزيره اللي بعد كده، وفعلا بيوصلوا البستان رقم 41 وبينزلوا فيه، وكلهم بيكونوا قلقانين اصل زورو يتوه منهم لان طبعا زورو ما بيحفظش الاماكن. اما لوفي بيكون فرحان جدا بالفقافيع بتاعه الجزيره وبيقعد يلعب بيها، وبابا جو بيقول لهم ان الارض بتاعه جزيره ارخبيل سباودي بتفرز فقاعات طول الوقت والفقاعات دي قويه جدا. المهم هاتش بيقول لهم لازم نلاقي فن التغليف اللي هيغلف لكم السفينه بحيث تقدر تغطس في الميه، انا عارف احد الفنيين المحترفين وهوديكم ليه، لكن عاوزكم توعدوني بحاجه اول لما ندخل للمدينه اكيد هتشوفوا نبلاء العالم ودول سكان الارض
الارض المقدسه ماريجوا، فعشان كده مهما حصل اوعوا تلمسوهم ولا تقربوا منهم، حتى لو قتلوا حد قدامكم اياكم تعملوا اي ردة فعل، تجاهلوا الامر. وطبعا الكل كان مصدوم. المهم بعد كده سانجي واوسوب وفرانكي وزورو كانوا قاعدين في الصاني. سانجي كان قاعد ما راحش يتمشى في ارخبيل سباودي لان نامي طلبت منه كده وقالت له خليك هنا واحمي السفينه. اما فرانكي واوسوب فقاعدين عشان يحطوا في صاني الثلاث براميل كوكاكولا اللي اتاخدوا منها في الهجوم الاخير. لكن زورو اصلا مقرر ان مش هيقعد وقرر يروح يتمشى لوحده، فكلهم قالوا له الله يخرب بيتك يا ابني انت كده هتوه. قال لهم اتوه مين؟ الاشجار هنا كلها مترقمه وانا عارف احنا في انهي بستان وهرجع لنفس البستان. ولكن الذكي كان مفكر انهم في بستان رقم 1، وده لان الفقاعه مداريه على رقم 4، ما يعرفش انه في 41. وعلى الجانب الاخر بقيت طاقم قبعه القش كان ماشي مع هاتشي وكيمي عشان يروحوا للفني اللي هيغلف السفينه. وهاتشي بيقول لهم ان نبلاء العالم بيطلق عليهم اسم سيليستيو دراجونز او التنانين الساميه، ودول ناس متكبره جدا لدرجه انهم لابسين اقنعه عشان ما يتنفسوش من نفس الهواء اللي الناس العاديه بتتنفس منه. وبرضه هاتشي بيقول لهم ان ارخبيل سباودي بيتجمع فيها كل الناس اللي عاوزه تروح العالم الجديد، يعني هتلاقوا قراصنه وهتلاقوا صيادين جوائز وهتلاقوا مارينز حتى. وخلي بالكم مسموح ان تجار العبيد يصطادوا قراصنه، عشان كده لازم دايما تخلي بالكم. المهم بعد كده لوفي بيروح لمحل كده وصاحب المحل بيخليه يدخل جوه الفقاعه وبيحط له اداه تحكم فيها زي العجله، ولوفي كان فرحان جدا وهو راكب الفقاعه. وبعد كده كلهم بيركبوا فقافيع من النوع ده عشان تسهل عليهم المشوار، ولوفي كان شبطان في الفقاعه اللي هو راكبها. ولكن هاتش بيقول له الفقاعه دي ملهاش لازمه خارج جزيره ارخبيل سباودي لانها هتفرقع لو طلعت بره الجزيره. المهم بيوصلوا للبستان رقم 35 وهناك نامي بتشوف مول وبتقرر تروح تتسوق هي وروبن، اما بقيتهم فهيكملوا من غيرهم. وهاتش بيقول لهم ان الفني اللي هيغلف السفينه بتاعتهم في البستان رقم 13. وفي تلك الاثناء وتحديدا في البستان رقم 31 كان في عبد من العبيد عمال يصرخ ويقول ارجوكم حرروني، حد يفك الطوق اللي على رقبتي. وفي الوقت ده لوفي واللي معاه بيوصلوا وبيشوف المنظر المرعب ده. المهم الراجل ده بيقول انا استاهل ضرب الجزمه، خلاص انا مش عاوز اروح العالم الجديد، انا عاوز اروح لمراتي وعيالي. وساعتها هاتش بيقول للوفي واضح كده ان ده احد القراصنه اللي تم القبض عليه واتباع في سوق العبيد، ولكنه الوقت هيدفع الثمن عشان حاول يهرب. وفعلا ما بنكملش لحظات الا وبنسمع صوت غريب جاي من الطوق اللي حوالين رقبته، واذ فجاه بوم الطوق بينفجر فيه. للاسف يا اصدقائي اي عبد بيحاول يهرب او يخلع الاطواق دهيت بتنفجر فيه، وطبعا الراجل ده بيقع على الارض. وبعد كده نبلاء الحكومه او التنانين الساميين بيجوا وبيكون معاهم عبد عملاق جدا، والبت بتقول للقرصان اللي هرب منها انا خلاص ما عدتش عاوزاك هشتري عبد جديد، وقامت ضربه 5 طلقات والكل ساعتها اتصدم. لوفي كان هيتحرك ولكن هاتشي منعه وقام قايل له لازم نمشي من المكان دهوت بسرعه. وفعلا بيروحوا مكان يتكلموا فيه وكلهم كانوا زعلانين على اللي حصل للقرصان ده. تشوبر بيقول انا مش فاهم القرصان كان قوي ليه ما عرفش يضرب النبلاء دول ويهرب منهم. فساعتها باباجو بيقول له لو انت اذيت احد التنانين الساميه فاوتوماتيكلي البحريه تبعت اسطول على راسه احد الادميرالات عشان يخلصوا عليك. فبيقول له طب ليه يعني التنانين الساميه او نبلاء الحكومه مهمين للدرجه دي؟ بيقول له لانهم من سلاله المؤسسين من 800 سنه بالظبط قامت مجموعه تتكون من 20 ملك بتشكيل منظمه اللي دلوقتي معروفه باسم الحكومه العالميه، والتنانين الساميه او نبلاء الحكومه هم من سلاله ال20 ملك دول. وبعد مرور السنين جم هنا في ارخبيل سباودي واساءوا استخدام النفوذ بتاعتهم، واثناء ما هو بيتكلم معاهم كان في مجموعه من صيادين الجواز بيراقبوهم وبدا يشتبكوا معاهم فعلا، ولكن لوفي وبروك حرفيا ادوهم علقه محترمه وخلص عليهم كلهم. وساعتها صيادين الجواز دول عرفوا ان قوتهم ضعيفه جدا قدام طاقم قبعه القش، ولكن احدهم بيلاحظ ان كيمي حريه بحر وساعتها عرفوا انهم هيبقوا اغنياء لو خطفوها. اما بقى لوفي واللي معاه فكملوا في طريقهم باتجاه البستان رقم 13 وفعلا بيوصلوا له وبيروحوا لحانه اسمها حانه شاكي واللي المفروض ان الفني موجود جواها، وبيدخلوا هناك وبيلاقوا واحده اسمها شاكي وبنعرف انها صديقه هاتشي وبيقعدوا كلهم يتكلموا مع بعض، وواضح ان شاكي دي جدعه جدا وبنعرف انها في الماضي كانت قرصانه وجرب جد لوفي كان بيطاردها. المهم هاتشي بيعرفها كل حاجه وانهم محتاجين الفني عشان يغلفوا السفينه بتاعه طاقم قبعه القش، وبنعرف ان اسم الفني ده ليرلي ولكنها بتقول لهم انه مش موجود، ولكن هو اكيد موجود في ارخبيل سباودي ولكنه بقاله 6 شهور مختفي ومش عارفين راح فين. ومش كده وبس ده في الماضي كان قرصان هو كمان، وبتقول لهم يروحوا يدوروا عليه من اول البستان 1 لغايه البستان 29 ونصحتهم انهم يبداوا بالملاهي اللي في ارخبيل سباودي، ولكن قالت لهم خلي بالكم جدا لان انا عندي معلومات بتقول ان في 11 شخص وصلوا لارخبيل سباودي كل واحد منهم المكافاه اللي عليه ما تقلش عن 100 مليون بري، فهم كانوا مستغربين ان في قراصنه اقوياء زيهم وصلوا للمكان ده. فشاكي بتقول لهم انتوا لما دخلتوا جراند لاين كان قدامكم 7 مسارات انتوا اخترتوا مسار منهم ولكن كان لسه في 6 مسارات متبقيه، وطبعا كان في 6 طواقم قراصنه مشوا في المسارات ال6 المتبقيه دول وخدوا نفس الصعوبات اللي انتوا خدتوها لغايه لما كلهم اتجمعوا هنا في ارخبيل سباودي عشان يروحوا العالم الجديد. واكيد القراصنه دول قوتهم ما تقلش قوه عن قوتكم، واقوى واحد فيهم اسمه كاد، وبعد كده انت يا لوفي وواحد تاني اسمه هوكنز وواحد اسمه دريك وواحد اسمه لو، دول من اقوى القراصنه الموجوده دلوقتي في ارخبيل سباودي. فبيسالوه انت ازاي عارفه كل ده؟ فبتقول لهم انا
لازم يكون عندي معلومات كتير جدا. خليني اقول لكم المكافآت المحطوطه على اشهر القراصنه الموجودين حاليا في ارخبيل سباودي. وبدات تقول لهم فعلا، وبنعرف ان القراصنه اللي هي بتتكلم عنهم موجودين في البستان رقم 24، ومن ضمنهم واحد اسمه كابوني جانج باج وعلى راسه 138 مليون بري، والبت اللي بتحب الاكل دي واللي اسمها جولري بوني على راسها 140 مليون، وبعد كده بيزل هوكنز الساحر اللي على راسه 249 مليون، وبعد كده الشخص اللي اسمه سكراتش مانابو على راسه 198 مليون، واخيرا يوستس كابتن كاد على راسه 315 مليون، ده عالم اللوفي كمان. وبعد كده الشخص اللي بيلقب بالعالم الاحمر اكس دريك وعلى راسه 222 مليون، وبعد كده الراهب المجنون اوروج واللي على راسه 108 مليون، وقرصان تاني بيلقب بجندي المسبحه كلير على راسه 162 مليون، واخيرا ترافولجر لو واللي بيلقب بجراح الموت على راسه 200 مليون بري. وزي ما قلت لكم الجراند لاين مليء بالصعاب، بس القرصان اللي بيقدر ينجو منه ويوصل للخط الاحمر بيعتبر من نخبه القراصنه، يعني كل القراصنه الموجودين في ارخبيل سباودي اقوياء جدا. ولو انت مستغرب يا لوفي ليه القرصان كد اعلى منك ب 15 مليون، ده عشان هو بيقتل النساء والاطفال والمدنيين بلا رحمه وبلا شفقه، ولكن لوفي مش بيهتم وبيقول لها انا لو مكانك اقلق على الفن صديق كليرلي. بتقول له ده ما يتقلقش عليه بالرغم ان عجوز الا ان اقوى منكم 100 مره. المهم قبل ما يمشوا بتقول لهم خلي بالكم اكيد البحريه عارفه انكم جايين على هنا، فلازم دايما تاخدوا حذركم وما تعملوش مشاكل. وبعد كده بيمشوا بالسباق وبيروحوا باتجاه الملاهي عشان يدوروا على الفني ليرلي، وفعلا بيروحوا الملاهي وبيكونوا مستمتعين جدا، ولكن بدل ما يدوروا على ليرلي قعدوا يجربوا الالعاب اللي في الملاهي، حرفيا جربوا كل الالعاب. وكيمي كانت مبسوطه جدا وبتقول له لوفي انا فرحان قوي اللي احنا بنلعب في الملاهي، من وانا صغيره كان نفسي اجي هنا بس طبعا ممنوع اجي لان صيادين الجواز هيقبضوا عليا. بجد شكرا ليك يا لوفي، بسببك انا استمتعت النهارده. وبيكملوا استمتاع بالالعاب اللي في الملاهي، ولكن كان في راجل لابس لبس دوب شكله غريب جدا بيراقب كامي، وبنرجع للزمن لورا الفتره وبنعرف ان الشخص ده قائد صيادين الجوائز، واللي جم قالوا له احنا شفنا حريه بحر موجوده مع طاقم قبعه القش ودي ثمنها لو اتباعت في سوق العبيد هيبقى غالي جدا. وبنرجع للوقت الحاضر وبنشوف الشخص ده وهو عاوز يخطف كامي، اما كامي فلوفي واللي معاه بيسيبوها على بال لما يروحوا يشتروا ايس كريم، وساعتها صاد الجواز ده بيجي من وراه بيخطفها. وعلى الجانب الاخر في بستان 24 بنشوف احد نبلاء الحكومه او التنانين الساميه وهو راكب فوق احد العبيد وبيتمشى بيه ولا همه اي حاجه، ولكن هو ماشي بيشوف 2 دكتور وممرضه واخدين احد العبيد المصابه ورايحين بيهم المستشفى عشان يعالجوهم، وده اللي خلاه يتضايق جدا وقام رايح قام ضرب العبد المريض ومخلص عليه. وبعد ما عمل كده بيلاحظ ان الممرضه شكلها حلو فبيقول لها انت عجبتيني جهزوها ليا عشان تبقى عروستي رقم 13، ولكن بنعرف انها مخطوبه، ولما خطيبها فكر يتدخل قام ضرب عليه النار، وده اللي خلاه يسقط على الارض والبنت كانت عماله تعيط. وفي الوقت ده زورو بالصدفه كان ماشي في المكان ولا كان همه اي حاجه وما يعرفش يعني ايه نبلاء وما يعرفش يعني ايه اي حاجه، وبيقول للتنين السامي اللي واقف قدامه ابعد عن طريقي انت اللي واقف في نص الطريق. طبعا الكل اتصدم ازاي يكلم احد النبلاء بالطريقه دي، فالشخص ده بيضرب عليه النار، ولكن طبعا زورو كان هيتفاداه ويخلص عليه، ولكن في اخر لحظه جولري بوني بتيجي وبتمسك زورو وبتنط بيه وبتبعده عن المكان وبتحط عليه كاتشب وبتمثل ان اخوها وانه اتصاب، وساعتها الشخص المقرف ده فكر ان قتله وبيمشي من المكان. وزورو بيقول لبوني انت ليه عملت كده، فبتقول له انت عبيط انت ازاي تهاجم احد التنانين الساميه، ولكن زورو ما كانش فاهم اي حاجه وقام شايل خطيب الممرضه وكان كل همه انه يوديه المستشفى عشان يعالجه. وعلى الجانب الاخر سانجي كان قاعد مع اوسوب وفرانكي وبيشربوا شاي، ولكن التليفون بيرن، ده طلعت شوبر بيقول لي الحقنا يا سانجي البت كيمي اتخطفت، صيادين الجواز اللي في ارخبيل سباودي خطفوها. وساعتها سانجي قال له اهدى يا شوبر انا هتصل بالناس اللي عندهم خبره وهيعرفوا يلاقوها، انا هتصل بعصابه راكبين الاسماك الطائره، وفعلا بيطلبهم وديفال والطاقم بتاعه بيجوا. وساعتها سانجي بيشرح له الوضع وقام قال له انا عارف الاماكن اللي بيتواجد فيها صيادين الجوائز في ارخبيل سباودي، هنفترق وهنفتش في اماكن متفرقه. وفعلا فرانكي واوسب بيركبوا مع مجموعه، اما سانجي فبيركب مع ديفال وبينطلقوا كلهم بحثا عن كيمي، والمجموعه اللي فيها اوسب بتوصل للملاهي وبيدوروا هناك، وساعتها بيلاقوا شوبر وبروك وبياخدوهم معاهم. اما زورو فبعد ما ودى خطيب الممرضه للمستشفى قرر يرجع تاني لصاني واللي مفكرها في البستان رقم 1 يا ابني 41 يخرب بيت شيطانك. وعلى الجانب الاخر لوفي وهاتشي وباباجو كانوا ماشيين وبيدوروا على كيمي ومش لاقيينها، فباباجو كان عمال يعيط ويقول انا هقول لك الحقيقه يا لوفي كيمي وهاتشي المفروض اصلا ما يجوش ارخبيل سباودي، هم جم بس عشان يساعدوكوا لان اعدائهم مش تجار العبيد او صيادين الجواز بس، ده الناس كلها بتاعت الجزيره بتكرههم. وبنعرف من روبن وهي بتتمشى مع نامي في المول ان من 200 سنه في ارخبيل سباودي الحريات والبرمائيات كانوا بيعتبروا اعداء لكل سكان ارخبيل سباودي وبيضطهدوهم وبيكرهوهم، والموضوع ده فضل ل 200 سنه لحد لما حكومه العالم عملت عقد واتفاق مع البرمائيين، ولكن طبعا السكان لسه بيكرهوهم لغايه دلوقتي. ولوفي هو كمان عارف الموضوع ده، وفي الوقت ده فرانكي بيوصل لروبن ونامي وبيعرفهم اللي حصل وبياخدهم معاه، وفي نفس الوقت راكبين الاسماك الطائره برضه بياخدوا لوفي واللي معاه بحس كلهم يدوروا على كيمي. وعلى الجانب الاخر وتحديدا في البستان رقم 1 بنشوف المكان اللي بيتم عمل فيه مزاد البشر، وده مكان
يا اصدقاء بيتم بيع فيه العبيد، والنبلاء بيشتروا العبيد بعد ما يتم عمل مزاد. وساعتها الشخص اللي خطف كيمي بيجي وبيعرض انه يبيعها للمسؤول، والمسؤول بيفرح جدا لما شاف حريه البحر وعرف ان ثمنها هيبقى غالي جدا، وقرر انها تبقى العرض الرئيسي بتاع اليوم. وفي نفس الوقت الطاقم بتاع القرصان كيد كان حاضر في المكان بتاع المزاد ده برضه. اما بقى كيمي فبيتم سحبها عشان يتم وضع طوق حديدي حوالين رقبتها بحيث تبقى عبده وما ينفعش تهرب ابدا. وهي كانت بتقاوم، ولكن المسؤول كان عمال يهزها ويضربها، وطبعا العبيد كلهم كانوا شايفين اللي بيحصل. ولكن احد السجناء بيهاجم المسؤول اللي كان بيحاول يضايقها، وبنعرف ان ده فني رالي. والمفاجاه ان بنعرف ان عضو سابق في طاقم قراصنه جولدي روجر. ولما الادميرال جارب عرف ان رالي احد قراصنه جولدي روجر مقبوض عليه وبيتم بيعه كعبد، قعد يضحك ومش مصدق، وقال للجندي ما تقولش لاي حد عن الموضوع ده، انا هتولى الامر بنفسي. المهم في ارخبيل سباودي المزاد بدا فعلا، وبيتم عرض العبيد على التنانين الساميه او نبلاء الحكومه، واللي بيعرضهم وبيبيعهم رئيس المزاد واللي اسمه مستر ديسكو. والمزاد اشتغل والتنانين الساميه كانت عماله تشتري العبيد. وفي الوقت ده ديفال بيقول لسانجي انا عرفت خلاص تجار العبيد او صائدين الجواز خطفوا كيمي ودوها فين، وبيبلغ كل الفرق بالمكان بتاعها. وفي الوقت ده زورو كان عمال يشتبك مع مجموعه من صائدين الجواز اللي عاوزين ياخدوه ويبيعوه. اما بقى ديفال فهو وسانجي بيوصلوا ببستان رقم 1، وده لانه كان عارف ان كيمي اكيد في المزاد. وتشوبر ونامي وهاتشي وباباجو وفرانكي بيوصلوا معاه، ولكن لما راح عشان يدخلوا المزاد ويسترجعوا كيمي الحارس مرضاش يدخلهم، وده اللي خلى نامي تقول لهم احنا لازم نلعبها بذكاء، لازم نشارك في المزاد ونشتري كيمي حتى لو هيكلفنا كل ثروتنا. وفعلا كلهم بيخشوا للمكان اللي الناس بتشارك فيه بالمزاد، وبيشوفوا العبيد وهم بيتباعوا، وطبعا كلهم كانوا متضايقين جدا. وساعتها نامي بتقول احنا معانا كنوز كتير جدا اخدناها من منتزه الرعب يجي حوالي 200 مليون بري، بتهيألي ده كفايه عشان نشتري كيمي. هاتشي بيقول لها بس ده كتير، بتقول له كيمي بقت صديقتنا خلاص ومش كتير عليها. وعلى الجانب الاخر معظم الناس اللي في ارخبيل سباودي بتقرا الاخبار، والاخبار بتقول ان ايس اخو لوفي هيتم اعدامه، واكيد لو عمل حاجه زي كده اللحيه البيضاء هيهاجم وهتبقى حرب كبرى. وفي الوقت ده زورو كان لسه تايه ومش عارف يرجع للسفينه ازاي. اما لوفي فكان بيقول للواد اللي سايق السمكه اجري بسرعه لمكان المزاد، وبريك هو كمان كان رايح باقصى سرعته، واوسب وروبن كانوا كلهم رايحين. نرجع تاني للمزاد، بيتم تحضير كيمي عشان يتم بيعها. وفي نفس الوقت دوت التنين السامي اللي اخذ الممرضه عشان يتجوزها واللي بنعرف اللي اسمه شارلوس بيجي المزاد، وبنعرف انه بيدور على حريه بحر. وساعتها الكل بيتضايق اول لما بيشوفوه، وفعلا بيقعد في المزاد وبيكون معاه باباه ومامته واخته اللي كانت خلصت على احد العبيد في اول الفيديو لو تتذكروا. المهم بعد كده المزاد بيستمر، وصاحب المزاد اللي هو ديسكو بيقول اللي هيتم بيعه بعد كده قائد طاقم قراصنه، وبيقول للناس ممكن تستفيدوا منه باي حاجه، يعمل لكم الاعمال الصعبه او تركبوا عليه او تعملوا بيه اي حاجه. ولكن للاسف قائد طاقم القراصنه ده ما قدرش يستحمل انه يبقى عبد، وقام عضد لسانه وقتل نفسه، وساعتها الفوضى حلت في المكان كله. وطبعا مستر ديسكو اتضايق جدا وقام قال لهم يلا جهزوا حريه البحر عشان تتعرض في المزاد. وفي الوقت ده وكالعاده كان لسه زورو تايه، ولكن لوفي بيقدر يلاقيه بياخده معاه وبيقول له يلا بسرعه احنا واقعين في مشكله. نرجع تاني المزاد، بيطلعوا اخيرا كيمي عشان يتم بيعها، والكل بيتصدم ان في حريه بحر وكلهم كانوا عاوزين يشتروها. وساعتها نامي بتستعد عشان تراهن عليها وتشتريها حتى لو ده يكلفها 200 مليون بري. ولكن قبل ما مستر ديسكو يقول المزاد هيبتدي عليها بكذا، التنين السامي شارلوس بيقول انا هدفع 500 مليون بري واخدها. وساعتها الكل بيتصدم والصمت حل في القاعه كلها، ونامي عرفت انهم كده في مصيبه حرفيا. وطبعا هاتشي كان زعلان جدا، وفي نفس الوقت ما حدش عارف يتدخل لان لو فكروا بس يساعدوها الطوق اللي على رقبتها هيتم تفجيره. وفعلا مستر ديسكو بيعلن ان التنين السامي شارلوس هو اللي هياخد كيمي. ولكن قبل ما شارلوس ياخدها لوفي وزورو بيقتحموا المكان. ممتاز، توقيت مناسب يا لوفي. وساعتها كل اللي في المكان بيشوف لوفي. طبعا الطاقم بتاع فرح اما القراصنه التانيين فكانوا متشوقين انهم يشوفوا القرصان اللي على راسه 300 مليون بري. المهم لوفي بيطلع يجري عشان ينقذ كيمي، ولكن هاتشي بيمنعه وبيقول له انت بتعمل ايه، ما ينفعش تتدخل، انت عارف انك لو عملت مشكله احد الادميرالات هيجوا يكون معاه اسطول ويخلص عليكم. وبسبب ان بيحاول يمنع لوفي دراعاته بتبان والناس كلها بتعرف انه برمائي من جزيره فاشمان ايلاند. وطبعا زي ما انا قلت لكم قبل كده كل سكان ارخبيل سباودي بيتنمروا على البرمائيين، وفعلا الناس بدات يتنمروا عليه. ولكن للاسف الموضوع ما خلصش على كده، شارلوس القذر بيطلق عليه النار واصابه اصابه خطيره جدا، وعمال يرقص ويقول اخيرا قتلت البرمائي. وطبعا الكل كان مصدوم ولوفي بالذات كان غضبان على الاخر. وساعتها هاتشي في لحظاته الاخيره حاول يمنع لوفي يقول له انت وعدتني انك مش هتتدخل، انا قلت لك حتى لو التنانين الساميه قتلت واحد قدامك ما تعملش اي حاجه وانت وعدتني بكده، انا اسف ان الامور خرجت عن السيطره، اكيد دي غلطتي، انا كنت عاوز اساعدكم واوديكم جزيره فاشمان ايلاند على امل ان نامي تسامحني على الاخطاء اللي انا عملتها لما كنت مع ارلونج، ارجوكم سامحوني. ولكن شارلوس القذر كان لسه عاوز يخلص عليه، وساعتها لوفي مش بيهتم اذا كان تنين سامي او زفت وبيروح عشان يخلص عليه. وساعتها شارلوس بيهاجمه بس طبعا في الفاضي، وبضربه واحده في وشه اللي عامل زي القلقاس ده بيطيره بعيد. ممتاز، ابن حلال ويستاهل. وطبعا شارلوس اتبهدل والكل كان مصدوم ان لوفي عمل حاجه زي كده. وساعتها لوفي بيقول لاصدقائه اسف يا جماعه انا ضربت تنين سامي والوقت ادميرال ومعاه اسطول هيجوا. وطبعا الفوضى حلت في المكان. اما والد شارلوس فبدا يهاجم لوفي عشان هو ضرب ابنه، ولكن سانجي بيديله واحده في دماغه. وفي تلك الاثناء ريلي بيقول للعملاق اللي كان متاخد عبد معاه يلا بينا عشان نمشي من هنا. اما بقيه الطاقم فكان
كانوا بيشتبكوا مع الحراس بتوع المزاد. وبرضه بنعرف ان اوسوب وبروك وروبن كانوا جايين في الطريق للمكان بتاع المزاد. المهم داخل المزاد العجوز ريلي بيستغل فوضى للناس فيها وبيسرق من احد الناس كميه كبيره جدا من الفلوس. اما بقى كيمي في هاتشي اللي بنعرف انه لسه عايش بيقول لا ما تخافيش، احنا هنفك الاصفاد اللي على رقبتك. وفي الوقت ده روبن وبروك بيوصلوا. اما اوسوب فبيقع من فوق سطح المكان وبينزل على والد شارلوس وحرفيا بيفعصه. ولغايه دلوقتي لوفي وبقيه الطاقم مش عارفين يفكوا الطوق اللي حوالين كيمي ازاي، ولكن بيتفاجئوا ان القرصان لو بيقول للوفي اللي انت عملته ده مصيبه، انت ضربت 2 من التنانين الساميه والوقت في مجموعه كبيره جدا من المارينز واقفه حوالين المزاد، انت فعلا مجنون زي ما بيتقال عليك. وفي نفس الوقت لوفي بيلاحظ ان كابتن كيد القرصان موجود هو كمان في المزاد. بس اللي زاد الطين بله ان اخت شارلوس جابت المسدس وبتقول لهم بما انكم عملتوا كل ده عشان تنقذوا كيمي انا هخلص عليها. وساعتها كله ما كانش عارف يتصرف ازاي، خلاص كانت هتقتلها ومستحيل حد يلحق يبعدها في الوقت المناسب. ولكن في اخر لحظه البنت دي بتاع على الارض جثه هامده وما بنعرفش ايه اللي حصل. ولكن ساعتها بيظهر العجوز ريلي ومعاه العملاق العبد، وريلي بيقول له العملاق يلا بينا نمشي ايها العملاق، انا كده كده جيت المزاد ده وخليتهم يقبضوا عليا على اني عبد عشان بس اسرق الفلوس. وطبعا حراس المزاد كانت مستغربه ازاي ريلي فك الاصفاد اللي حوالين رقبته هو والعملاق. وساعتها هاتشي بيقول لريلي ازيك يا ريلي، وطبعا ريلي بيعرفه على طول، وده لانهم زي ما احنا عارفين اصدقاء من زمان. المهم ريلي بيلاحظ ان طاقم قبعه القش في مأزق، وده طبعا عشان الحراس بتوع المزاد ده غير المارينز المستنيين بره، وبما انهم اصدقاء هاتشي فقرر يساعدهم. وإذ فجأة انه باستخدام عينيه بس خلص على كل الحراس اللي موجودين في المكان. ايه القوه دي يا راجل؟ وبيقول للوفي انا كنت عاوز اقابلك من زمان. وفي الوقت ده الاخبار انتشرت بين كل سكان ارخبيل سباودي وعرفوا اللي طاقم قبعه القش عمله، وتاكدوا ان اكيد في ادميرال هيجي دلوقتي ومعاه اسطول، وده اللي خلى الهلع يعم في المكان كله. وحتى القراصنه اللي في ارخبيل سباودي عرفوا اللي الطاقم عمله وقرروا يمشوا بسرعه قبل ما تبدا حرب ما بينهم وما بين البحريه. وعلى الجانب الاخر في الارض المقدسه ماريجوا واللي هي مقر الحكومه سينجوكو بيعرف باللي الطاقم عمله وعارف انهم اذوا احد نبلاء العالم. وساعتها الادميرال كيزارو بيقول لسينجوكو انا اروح اهتم بامرهم. المهم نرجع تاني للمكان اللي بيتم فيه المزاد، بيتم احاطه بكميه كبيره جدا من المارينز وشكلهم كده مش ناويين على خير. اما بقى بالنسبه لكيمي فريلي بيقول لها ما تخافيش انا هقدر افك الطوق ده من على رقبتك. فاوسوب بيقول له ما فيش داعي اصل ينفجر. وكده كده فرانكي راح يدور على المفاتيح بتاعه الاصفاد، ولكن العجوز ريلي كان واثق من نفسه بالرغم ان فرانكي فعلا كان لاقي المفاتيح وكان جاي باتجاههم، الا ان الكل بيتفاجئ ان كيمي الاصفاد اتشالت من رقبتها في لمح البصر. وساعتها بابا جو راح حضنها على طول. اما ريلي فبيقول لها انت في امان دلوقتي، وطبعا الكل كان مستغرب ازاي بيعمل كده. وساعتها فرانكي بما انه كده كده لقى المفاتيح فبيديها للعبيد اللي كان هيتم بيعهم في المزاد، وطبعا بيطيروا من الفرحه. المهم ريلي بيروح يطمن على هاتشي صديقه وبيشكر لوفي والطاقم بتاعه انهم ما تخلوش عنه. فلوفي بيقول له هو انت كنت عاوز تقابلني ليه؟ فبيقول له هنتكلم بعدين، لكن الوقت المارينز محاوطه المكان كله. فساعتها لوفي وكيد ولو قرروا يتصدوا ليهم بمفردهم، وفعلا المارينز بيتفاجئوا انهم الثلاثه طالعين لهم وقرروا يقتلوهم برغم عددهم الكبير. المهم بقيه الطاقم قرر يمشي من مكان المزاد بسرعه، وريلي بيقول لهم خلينا نروح البستان رقم 13. نرجع بقى لوفي واللي معاه بنكتشف ان كيد عنده قدره المغناطيس. اما لوفا بيعمل دائره غريبه كده وبيقدر يقطع راس احد المارينز وبيلعب بيها، ولكن الغريب ان الشخص ده ما ماتش. اما بقى لوفي فبينطلق بكل سرعته باتجاه المارينز واللي بيطلق عليه وابل من القذائف، ولكنه بيعمل شبكه من المطاط وبيرمي القنابل دي عليهم تاني فبتنفجر فيهم. ولما بقيه المارينز طلعت تجري وراه عشان تطارده، كابتن كيد باستخدام قدره المغناطيس بتاعته بيسحب الاسلحه بتاعتهم وبيرميها تاني عليهم. فعلا الثلاثه دول من اقوى القراصنه اللي شفتهم لغايه دلوقتي. وفي الوقت ده لو بيعمل الدائره بتاعته العجيبه على مجموعه كبيره جدا من المارينز وبيقطعهم كلهم. ومش كده وبس، ده بعد كده بيركبهم تاني في بعض وبيركب ده على جسم ده وبيركب ايد ده في رجلين ده، وكانت خلطبيصه بالصلصه والمارينز ما كانوش عارفين يتصرفوا ازاي. اما لوفي فكان بيستعمل جير 3، اما كابتن كيد فبدا يستخدم كميه كبيره جدا من الطاقه المغناطيسيه بتاعته وبدا يسحب كل الاسلحه اللي في المكان ده، حتى سلاح زورو كان هيتسحب منه. وبعد ما جمع كل المعادن في كتله واحده بيستخدمها في الهجوم على المارينز. وفي نفس الوقت لوفي بيعمل معاه دوت محترم حرفيا دشملوا مارينز. وفي الوقت ده بقيت افراد الطاقم كانوا خرجوا خلاص من المبنى بتاع المزاد. وساعتها كابتن كيد بيقول للوفي انا مبسوط اننا بنقاتل مع بعض دلوقتي، بس المره الجايه انا هكون خصم ليك. فلوفي بيقول له مش مهم بس انا اللي هلاقي كنز الوان بيس اول. وده اللي خلى كابتن كيد يتصدم وقام قايل له خلاص خلينا نشوف ونتقابل في العالم الجديد. وبعد كده المارينز بداوا في الهجوم، فافراد الطاقم بتاع كابتن كيد وافراد الطاقم بتاع كورسان لو بداوا يشتبكوا معاهم، وحتى طاقم قبعه القش هو كمان بدا يشتبك معاهم. وفي الوقت ده بيجي راكبين الاسماك الطائره وبيقولوا لهم تعالوا واحنا هنخرجكم من الموقف اللي انتوا فيه وهنوديكم لبر الامان. وساعتها بروك بينام المارينز باستخدام الموسيقى بتاعته وكلهم بيجروا عشان يروحوا مع راكبين الاسماك الطائره، وريلي وهاتشي بيكونوا معاهم. وطبعا المارينز في الاول حاولوا يعترضوا طريقهم لكن الطاقم بيعمل معاهم الواجب. المهم كلهم بيركبوا فعلا مع راكبين الاسماك الطائره وبينطلقوا باقصى سرعتهم. وعلى الجانب الاخر كابتن كيد والطاقم بتاعه استغلوا الفوضى وقدروا كمان يهربوا من المارينز اللي كانوا محاوطين المزاد، ولكن بيتفاجئوا ان في حد بيهاجمهم. انت عارفين ده طلع مين؟ بارسلومي كوما. وفي نفس الوقت الطاقم بتاع لو كان بيهربوا كمان من المارينز وبيوصلوا الطاقم بتاع كابتن كيد، ولكن بيتفاجئوا ان كابتن كيد بيواجه بارسلومي كوما واللي بيطلع كميه كبيره جدا من الطاقه باتجاه لو، ولكن الحمد لله لو مش بيتاثر وبيقرر يتحد مع كابتن كيد والطاقم بتاعه في مواجهه بارسلومي كوما. نرجع تاني لطاقم قبعه القش
كاش راكبين الاسماك الطائره، والقائد بتاعهم ديفال وصلوهم لبر الامان، وساعتها ديفال بيودعهم وبعد كده بيمشي، وبعد كده ريلي بيوديهم للحانه بتاعت شاكي اللي في البستان 13، وساعتها شاكي بتفتح لهم، ولما دخلوا جوه لوفي بيقول لريلي انت كنت عاوز تتكلم معايا في ايه؟ فبيقعد يتكلم معاه وبيقول له انا كنت في الطاقم بتاع جولدي روجر وكنت تحديدا نائب القائد، وساعتها الكل بيتصدم لما بيعرف كده، فزورو بيقول له ازاي قرصان عظيم زيك اتعرف على هاتشي وبقى صديقه؟ فبيقول له من 20 سنه بالظبط، هاتشي بالرغم انه كان طفل الا انه انقذني من الغرق وانا في وسط المحيط، ومن ساعتها واحنا اصدقاء. فسانجي بيقول له جولدي روجر اتعدم من 22 سنه، انت ازاي قدرت تفلت من ان يتم القبض عليك؟ فريلي بيصدمهم وبيقول لهم ان المارينز ما قبضوش على جولدي روجر، ده هو اللي سلم نفسه، ولكن الحكومه بتقول كده عشان تبين نفسها انها جامده، وساعتها الكل اتصدم لجولدي روجر يسلم نفسه. فريلي بيقول لهم ده بسبب ان الرحله بتاعته وصلت لنهايتها خلاص، وده لان قبل 4 سنين من يوم اعدامه اتصاب بمرض ملوش علاج، وفي الوقت ده كان في طبيب مشهور جدا وفي نفس الوقت شغال حارس في مناره واسمه كاروكس، وده الوحيد اللي كان قادر يخفف الالم بتاع جولدي روجر من المرض بتاعه، وساعتها طلبنا منه انه ينضم للطاقم بتاعنا، وفعلا بينضم. وبعد مرور 3 سنين جولدي روجر عمل اللي محدش عمله، قفل الجراند لاين، ودي حاجه محدش عملها قبل كده، وساعتها الطاقم بيتصدم ان كروكاس اللي كان قبله قبل كده كان احد افراد طاقم جولدي روجر. المهم ريلي بيكمل كلامه وبيقول بعد ما جولدي روجر قفل الجراند لاين وما عادش في حاجه يعملها، العالم كله بقى بيقول عليه ملك القراصنه، وساعتها بيأمر الطاقم كله بتاعه انه يتفرق وينفصل، وده طبعا لانه كده كده هيموت من المرض ده، حتى انا ما اعرفش اصدقائي اللي كنت واثق فيهم راحوا فين ولا بيعملوا ايه دلوقتي. وبما ان روجر هيموت بسبب المرض فسلم نفسه للحكومه وقرروا يعدموه في مسقط راسه واللي هي مدينه لوك تاون في الازرق الشرقي، واعدامه بيشهد كميه كبيره جدا من القراصنه والناس المشهورين، يعني تقدروا تقولوا كده ان العالم كله كان بيشاهد الحدث ده، وفي الوقت اللي الحكومه كانت مفكره فيه ان اعدام جولدي روجر هيبقى عبره لكل واحد يفكر انه يبقى قرصان وينهي عصر القراصنه، الا انه كان بدايه لعصر القراصنه العظيم، وده لانه قام قايل ثروتي وكنوزي انا سايبها لكم، لو انت عاوزينها روحوا خدوها، انا لقيت كنز الوان بيس، والكل ساعتها كان طاير من الفرحه، وفي اللي بقى قرصان عشان يدور على كنز الوان بيس، وريلي قام قايل جولدي روجر انسان عظيم، واكيد في الاجيال اللي بعد كده في ناس ورثت منه نفس القوه والشجاعه بتاعته. اكيد انت سمعت عن شانكس يا لوفي صح؟ هو وباجي كانوا بيتدربوا على السفينه بتاعت جولدي روجر، وانا قابلت شانكس ده من 10 سنين وكان فقد قبعه القش بتاعته ودراعه الشمال، ولما سالته ايه اللي حصل قال لي انا قابلت طفل صغير قال لي نفس كلمات جولدي روجر فضحيت بيهم عشانه. وريلي بيقول للوفي علشان كده يا لوفي كنت عاوز اقابلك، كنت عاوز اعرف الطفل اللي ورث نفس روح جولدي روجر بقى عامل ازاي دلوقتي، انا واثق يا لوفي ان شانكس مستنيك في العالم الجديد. ولكن قبل ما يكمل كلامه روبن بتقول له استنى، انا شفت اسم جولدي روجر على احد البونجلف اللي انا لقيتهم، قول لي هو انتوا عارفين ايه اللي حصل في القرن الفارغ من التاريخ؟ فريلي بيقول لها ايوه احنا عرفنا، احنا عارفين كل حاجه عن القرن الفارغ، بس صدقيني يفضل ما تعرفيش، عيشي حياتك كملي في الرحله بتاعتك واكتشفي انت ايه اللي هيحصل، ولكن لو مصره ان انا اقول لك ايه اللي حصل ما عنديش مانع. فروبن بتفكر شويه وبتتذكر اصدقاء اللي هي اكتسبتهم وبتقول له خلاص انا هكمل حياتي وهكمل في الرحله بتاعتي. وساعتها اوسوب ساله سؤال كمان وقال له هل كنز الوان بيس موجود ومكانه فين لو موجود؟ ولكن قبل ما يكمل الكلمه لوفي قعد يزعق له ويقول له اسكت بقى كفايه كده، انا مش عاوز اعرف مكان الكنز ومش عاوز اعرف هو موجود ولا لا، احنا اقسمنا وانطلقنا في الرحله دي وخطرنا بحياتنا عشان نعيش المغامره من غير ما نعرف الكنز ده حقيقي ولا لا. وطبعا اوسوب بيعتذر والموضوع بيعدي. المهم ريلي بيقول لهم انتوا عاوزين تكودوا سفينتكم صح؟ وهي في البستان رقم 41، خلاص انا هروح وهغلفها ليكم، بس انتوا لازم تروحوا تستخبوا لان اكيد في ادميرال هيجي يدور عليكم وهيكون معاه اسطول. وبعد كده كلهم بيخرجوا بره وبيعرفوا ان ريلي هيقعد 3 ايام عشان يغلف السفينه، وطبعا كانوا مصدومين، ولكن ريلي بيديهم كارت فيلفو عشان يقدروا يلاقوه بعد مرور ال3 ايام، وبيعرفهم انه ينقل السفينه من البستان رقم 41 لمكان امن عشان يغلفها. وبعد كده بيودعوا كامي وهاتشي وشيكي وبيمشوا من المكان ده هو. وفي الوقت ده الادميرال كيزارو بيوصل لارخبيل سباودي، اما بقى الطاقم فكلهم ما كانوش عارفين يستخبوا فين لغايه لما ال3 ايام يعدوا. وفي نفس الوقت ده وبعد ما كيزارو وصل لارخبيل سباودي كان بيحاول يتواصل من خلال التليفون اللي في ايديه مع شخص ما، ولكن ما فيش اشاره. وفي الوقت ده كان في شويه من الهواء بيحاولوا يقتلوه على اساس انهم يبقوا مشهورين لو قتلوه، ولكن لما بيعملوا كده الطلقه بتعدي من دماغه ولا كأن حصل له حاجه، وطبعا ما صدقوش وطلع يجروا. ولكن كيزارو بيختفي وبيجي قدامهم وبيقول لهم ما شفتوش حد اسمه سنتيمارو، فبيخافوا وبيطلعوا يجروا، وده اللي خلاه بضربه واحده بس من رجله يطلع شعاع من الضوء بيعمل انفجار كبير جدا. وفي الوقت ده المارينز كانوا قبضوا على شويه من القراصنه الموجودين في ارخبيل سباودي، وكانوا لسه عاوزين يقبضوا على بقيه القراصنه، ولكن لما فكروا يقربوا من البنت اللي اسمها جولا ريبوني اللي بتحب الاكل حولتهم كلهم لاطفال، وفي منهم اللي اتحولوا لعواجيز، وبنعرف ان دي قدره فكه الشيطان بتاعتها. وفي نفس الوقت برضه كان في مجموعه من القراصنه عاوزه تقبض على القرصان كابوني جانجبيلي وكانوا محوطينه بالكامل. اما بقى كابتن هوكنز كان قاعد مع الطاقم بتاعه مش خايف من اي حاجه، ولكن بيبص بيلاقي كيزارو واقف قدامه. وفي الوقت ده الطاقم بتاع كابتن كيد والطاقم بتاع لو كانوا لسه بيشتبكوا مع بارسلوميو كوما اللي واقف قدامهم، وكيد ولو كانوا عاملين دوت عالي جدا في القتال لدرجه ان انا فكرت ان كيد خلاص قضى عليه، ولكن قبل ما يمشي بيلاقي لسه واقف وراه وبيطلع كميه كبيره جدا من الطاقه باتجاهه. اما بقى بالنسبه لطاقم قبعه القش فهم ماشيين بيلاقوا بارسلوميو كوما واقف قدامهم. طب ازاي مش هو بيقاتل الطاقم بتاع كيد ولو؟ المهم نروح للقرصان
القرصان كابوني جانج بيلي، اللي بنتفاجئ ان في جنود صغيرين عايشين جوه بطنه، والجنود دي بتضرب مدافع، والمدافع لما بتخرج من بطنه حجمها بيكبر وبتيجي في المارينز وبتنفجر فيهم. هو مش كده وبس، ده كمان جواه جيش جوه بطنه وبيركب الحصانه وبيطلع وبيهاجم المارينز. وعلى الجانب الاخر القرصان الراهب اللي اسمه اوراج كان بيقاتل بارسلومي كوما. شكل كده في اكتر من بارسلومي كوما في كل مكان. نرجع تاني لهوكنز. كيزارو بيقول له تعرف حد اسمه سانتيمارو؟ فهوكنز بيقول له لا، فبيقول له خلاص طالما انت ما تعرفش وبما انك قرصان فانا هخلص عليك. وبيهاجموا بسرعه الضوء هجوم قوي جدا. يا الله ايه القوه دي. وفي نفس الوقت ده كان في ناس عاديه واقفه في امان الله بيتفاجئوا ان في واحد منهم الضربه بتاعت كيزارو بتيجي فيه وبتقتله. طب ازاي مش هو بيهاجم هوكنز؟ ولما كيزارو بيهاجم مره ثانيه باستخدام الضوء بتاعه برضه حد تاني من الناس العاديه هو اللي بيموت. ولما هوكنز بيقوم يقف على رجليه بيتضح انه استبدل عروسين من معاه عشان الضربه ما تجيش فيه وتيجي في الناس اللي ماتت دي. المهم شويه بنلاقي القرصان الراهب اوراج بيقع قدامهم بعد ما بارسلومي كوما اللي كان بيقاتله ضربه. وفي نفس الوقت كل ده القرصان اللي اسمه سكراتش مانابو كان بيراقب كل اللي بيحصل. ومش كده وبس، ده القرصان اللي اسمه اكس دريك بينضم ليهم وبيضرب بارسلومي كوما. شكل الموضوع هيولع. المهم القرصان الراهب اللي اسمه اوراج بيضخم جسمه بطريقه عجيبه جدا وقرر يخلص على بارسلومي كوما اللي قدامه. نرجع تاني لطاقم قبعه القش. بارسلومي كوما اللي قدامهم بيطلع كميه كبيره جدا من الطاقه، ولكن الحمد لله لوفي تفاداه في اخر لحظه. وساعتها فرانك بيطلع كميه كبيره جدا من مدفع الهواء اللي في دراعاته وبيطيره بعيد، ولكن طبعا مش بيتاثر. وساعتها لوفي قرر يقاتل بكل قوته وبيستخدم جير 2 وبيقول الكل يقاتل بكل قوته، ده واحد من التشيبوكاي السبعه. ولكن الغريب ان زورو كان ملاحظ ان مش هو ده نفس الشخص اللي واجهه قبل كده في منتزه الرعب. وفي نفس الوقت بنشوف الشخص اللي اسمه سانتيمارو بيقول كيزارو ما اتصلش بيها ليه. المهم بالرغم ان لوفي جير 2 الا انه كان بيعاني قدام بارسلومي كوما. وساعتها لوفي وزورو وسانجي بيعملوا هجوم ثلاثي مع بعض والثلاثه بيطلقوا وابل من الهجمات باتجاه بارسلومي كوما، وطبعا بعد الضربات دي بيطير بعيد. بس هل يا ترى ده كفايه انه يهزمه؟ فزورو بيقول لهم ده مش بارسلومي كوما الحقيقي هجماته مختلفه عن ده. ولكن بارسلومي كوما اللي قدامهم بيقوم مره ثانيه. نرجع تاني للراهب اوروج كان بيضرب بارسلومي كوما اللي قدامه، ولكن بالرغم من كده الا ان بارسلومي كوما اصابه في كتفه اصابه خطيره جدا. وساعتها اكس دريك بيقول دكتور فيجا بانك صنع بارسلومي كوما بطريقه كويسه جدا. وبنعرف من كيزارو ان اكس دريك كان نائب ادميرال في البحريه سابقا. وساعتها كيزارو بيقول لهم اذا كنتم مش عارفين تكسبوا البازيفيستا بارسلومي كوما امال هتكسبوني انا ازاي؟ وساعتها بنلاقي اكس دريك بيتحول لديناصور وبيشبك مع بارسلومي كوما كان هياكل راسه ولكنه اصابه في بطنه. وساعتها بيرجع لشكله الطبيعي وكيزارو بيستغل الدربكه دي وبيضرب اوروج ضربه قويه جدا. يا الله ايه القوه دي. بس بعد كده كلنا بنتفاجئ ان القرصان هوكنز بيتحول لحاجه شبه الفزاعه كده وبيهاجم كيزارو ولكن بلا فائده. كيزارو بيدمر عينيه وبينهال عليه بوابل من الضربات. وكالعاده هوكنز بيضحي بمجموعه من الناس عشان ينجو من الضربات دي. وقبل ما كيزارو يخلص عليه مره واحده وللابد القرصان سكراتش مانابو اللي كان بيراقب كل حاجه بدا يعزف موسيقى غريبه جدا. وطبعا كيزارو كان متشتت ومش فاهم ايه اللي بيحصل، خصوصا ان سكراتش مانابو كان بيغني وهو بيعزف. وبعد ما بيخلص الاغنيه كيزارو بيلاقي دي اتقطعت ومش كده وبس، ده نص جسمه اللي فوق طار كمان وطبعا كان مقسوم لنصين. وساعتها سكراتش مانابو قام قايل انا عارف ان ده مش كفيل اني يخلص عليك وعشان كده انا ههرب. وفعلا بيطلع يجري. وفي نفس الوقت كلنا بنتفاجئ ان جسم كيزارو بدا يرجع تاني، ده كله متكون من الضوء يا اصدقائي. وبيختفوا بيجي قدام سكراتش مانابو بيضربوا ضربه قويه جدا بيطيره بعيد وبيجي قدام اكس دريك وبيخلص عليه. اما هوكنز فبيخترق جسده وقام رايح عشان يطلع روحه من جسده، ولكن قبل ما يعمل كده وفي اخر لحظه التليفون بتاعه بيرن وبيطلع ان ده سنتيمارو اللي المفروض كان يقابله. فسنتيمارو بيقول له انت ما اتصلتش بيا ليه؟ قول لي يلا هنهاجم مين اول، طاقم قبعه القش ولا طاقم كابتن كيد والقرصان لو؟ شكل كده الموضوع هيولع. نرجع تاني لطاقم قبعه القش. حرفيا كانوا بيعانوا من بارسلومي كوما اللي قدامهم. زورو بيهاجموا بمجموعه من الضربات وسانجي بيضربه في رجله، ولكن ابن الذين مفيش حاجه بتاثر فيه وبيطلع كميه كبيره جدا من الطاقه من بقه باتجاه زورو. وزورو بيتفاداه بالعافيه في اخر لحظه، ولكن طبعا ما عادش قادر يتحرك بسبب ان جسمه تعبان بعد ما اخذ الالم كله بتاع لوفي في منتزه الرعب لو تتذكروا. وعلى الجانب الاخر القتال كان مشتعل جدا ما بين كابتن كيد ولو بارسلومي كوما، ولو بيحاول يوقعه في الدايره بتاعته العجيبه ولكنه بيطلع طاقه متفجره وبيفلت منه. واللي زاد الطين بله ان مجموعه من المارينز بتيجي لمكانهم هم كمان. المهم كابتن كيد بيستخدم قدره المغناطيس بتاعته وبيهاجم كوما. اما بقى لوفي والطاقم بتاعه فما كانش عارف يعمل ايه قدام بارسلومي كوما اللي قدامهم، لدرجه ان تشوبر حاول يضربه ولكن بلا فائده، وده اللي خلى فرانكي يتدخل ولكن برضه بلا فائده. ولما بروك فكر يهاجم هو كمان ما عادش عارف يتحرك وكان هيموت لولا ان اوسوب رمى طلقات متفجره داخل فمه. وبنتفاجئ ان بارسلومي كوما بيقع على الارض، وده اللي خلاهم يتاكدوا ان اكيد اللي قدامهم ده انسان آلي. ولما فكر يوم تاني نانا بيتهاجم بالصاعقه الكهربائيه بتاعتها والاجهزه اللي جواه كلها بتبوظ وخرج عن السيطره وما عادش عارف مين العدو والصديق. وسانجي بيستغل كده وبيضربه بركلته الناريه. اما زورو فبيقول روح الشيطان اسلوب السيوف التسعه وبيشرحه حرفيا. اما بقى لوفي فقرر يفنشه وباستخدام جير 3 المطرقه العملاقه بيفعصه في الارض. ممتاز. وبكده تم القضاء على بارسلومي كوما اللي قدامهم مره واحده وللابد. وطبعا لوفي بيصغر بعد جير 3 وساعتها بيلاحظ ان بارسلومي كوما اللي هم هزموه مكتوب عليه بي اكس 4، وده اللي خلاهم يتاكدوا ان في اكتر من واحد وان ده مش الحقيقي. وبيقرروا كلهم انهم لازم يهربوا ويستخبوا بسرعه لانهم مش هيقدروا يقاتلوا قتال تاني في حالتهم دي. بس بيلاقي حد بيقول لهم هتهربوا على فين؟ ده انا قاعد ومستنيكم. وبيطلع ان ده سنتيمارو وبيكون معاه بارسلومي كوما كمان. وبنعرف ان سنتيمارو يبقى قائد قسم العلوم العسكريه للمارينز. وساعتها
وساعتها سنتمارو بيأمر بارسلومي كوما اللي معاه واللي واخد كود بي اكس 1 انه يهاجم طاقم قبعة القش، وساعتها كلهم بيطيروا بعيد وما كانوش عارفين يعملوا ايه، ده لسه مخلصين قتال صعب دلوقتي. فلوفي بيقول لهم بصوا يا اصدقائي احنا مش هنقدر نكسب، احنا لازم نهرب، خلونا نتفرق ونهرب. وفعلا كلهم بيتقسموا المجموعات وطلعوا يجروا باقصى سرعتهم، ولوفي بيقول لهم هو بيجري هنتقابل بعد 3 ايام، ولكن سنتمارو بيقول لبي اكس 1 ياك تخليهم يهربوا. وفعلا بي اكس 1 بيجي قدام فرانكي وبيطلع كميه كبيره جدا من الطاقه من بقه، اما سنتمارو فوقف قدام لوفي وقال له مش هخليك تهرب. فلما لوفي هاجمه ما اثرتش فيه وطيره بعيد. اما زورو فهو بيهرب، فالادميرال كيزارو بيجي قدامه وبيضربه. الوضع عمال يزداد من سيء لاسوء، وساعتها كيزارو بيقول له زورو دلوقتي انك تموت يا زورو، وبيستعد عشان يقتله بركله الضوء بتاعته. وفي الوقت ده طاقم كابتن كيد والقرصان لو كانوا بيواجهوا صعوبه كبيره جدا ضد بارسلومي كوما واللي بيطلع طاقه كبيره جدا باتجاه كيد، ولكن كيد بيصدها بيرد عليه الهجوم اضعاف مضاعفه وبيقضي عليه. وكان مفكر ان قضى على بارسلومي كوما الحقيقي، بس برضه هو لسه ما ماتش وبيقوم تاني. وقبل ما يخلص على كابتن كيد لو بيجي وبيطعنه بالسيف في بطنه وبيقضي عليه مره واحده وللابد، وبيقول لكابتن كيد مستحيل ده يكون الحقيقي، ده انسان آلي عادي. وبعد كده هو كابتن كيد قرروا يمشوا بسرعه، ولكن بيتفاجئوا ان بارسلومي كوما تاني جه قدامهم وبيهاجمهم. نرجع تاني لطاقم قبعه القش، كيزارو كان هيقتل زورو خلاص. لوفي بيزعق وبيقول بسرعه اوسوب اتصرف، واوسوب بيحاول يهاجمه ولكن بلا فائده، وحتى بروك مش عارف يعمل حاجه، وبنعرف ان اكل فاكهه الضوء عشان كده مش بيتاثر باي حاجه. وده اللي خلى روبانو باستخدام ايديها بسرعه تدحرج زورو عشان تبعده، ولكن ابن الذين بيختفي وبيجي وراه وبيثبته برجله وخلاص هيقتله. وفي النهايه وفي اخر لحظه ريل العجوز بيجي وبيتدخل وبيصد ضربه كيزارو كانها لا شيء. ممتاز، توقيت ذهبي. وساعتها ريلي بيقول لكيزارو ما تقتلش الاطفال دول لسه في بدايه رحلتهم. ريلي بيقول له ايه رايك تسيب طاقم قبعه القش يمشي من غير قتال، ولكن كيزارو بيرفض وقال له دول اذن وبلاء العالم. وساعتها لوفي بيصرخ وبيقول بسرعه يا اوسوب، بسرعه يا بروك، خدوا زورو وهربوا بسرعه، احنا كلنا هنهرب، احنا ضعفاء قوي. والكل بيهرب ولوفي بيشكر ريلي وبيمشي بسرعه. ولما كيزارو فكر يهاجمهم وهم بيهربوا ريلي بيقدر يوقفوا بكل سهوله، وهما الاثنين بدأوا يشتبكوا مع بعض والمعركه كانت مولعه. لكن سنتمارو كازل مش راضي يستسلم برضه، وبيأمر بي اكس 1 انه يقتل زورو بما انه هو المصاب، وفعلا بيجري وراه عشان يخلص عليه. وسانجي بيلاحظ كده، وفعلا بي اكس 1 بيقدر يوصل لزورو واوسوب وبروك، ولما بروك فكر يوقفوا بيطيروا بعيد. وساعتها سانجي بيهاجمه بالركله الناريه، ولكن بعد الهجوم رجليه بتوجعه مش بيقدر يتحرك، وكوما بيفجره. وبالرغم ان سانجي اتصاب لانه كان بيحاول يمنع بي اكس 1 من انه يقتل زورو على قد ما يقدر. اما بقى سانتيمارو فكان بيطرد لوفي وقام ضربه. نرجع تاني لسانجي اللي تم القضاء عليه خلاص، وحتى اوسوب وزورو تم القضاء عليهم، لو محدش اتصرف كلهم كده هيموتوا. فتشوبر قرر يتحمل المسؤوليه، بياخد 4 كرات رامبل واطلق العنان لقوته وبدا يهاجم سنتيمارو. ولكن المشكله دلوقتي ان بي اكس 1 هيقتل سانجي وبروك واوسوب، بس في اخر لحظه بارسلومي كوما الحقيقي بيجي وبيوقفه، وزورو بيقوم وبيعرف ان ده الحقيقه على طول. وساعتها بارسلومي كوما الحقيقي بيقلع الجوانتي بتاعه وبضربه واحده منه بيخفي زورو من الوجود. يا الله، الكل ما كانش مصدق اللي حصل. وساعتها لوفي قعد يصرخ جامد جدا انت فين يا زورو؟ وفي نفس الوقت تشوبر كان لسه خارج عن السيطره، فلوفي بيسال سانتيمارو هو زورو راح فين؟ سانتيمارو بيقول له انا ما اعرفش، بس بيتقال اللي بيتضرب بالكف ده بيحلق في السماء لمده 3 ايام و3 ليالي. وفي نفس الوقت بي اكس 1 كان هيقتل اوسوب وبروك وسانجي، ولكن بارسلومي كوما الحقيقي بيهاجم هجوم قوي جدا وبيطيروا بعيد. هو في صف طاقم قبعه القش ولا ايه؟ فلوفي بيقول لهم اهربوا بسرعه ده هيخلص عليكم. ولكن قبل ما يهربوا بارسلومي كوما بيمسح بروك من الوجود، فسانجي بيقول لاوسوب اهرب انت وانا هواجهه، ولكن ضربته بتتعكس ومش بيعرف يعمل حاجه. وساعتها بارسلومي كوما بيمسح اوسوب، حرفيا لوفي كان هيتجنن. وحتى سانجي بيتم مسحه هو كمان، وطبعا ريلي مش عارف يساعدهم لانه بيقاتل كيزارو، ولكن هو بيقاتله بارسلومي كوما بيختفوا بيجي قدامه وبيقول له كلام مهم جدا، وفي نهايه الكلام بيقول له انا عاوزك تثق فيا. وطبعا كيزارو كان مستغرب بارسلومي كوما بيتصرف كده ليه، لكن لوفي مش فاهم حاجه وبيستخدم جير 2 وكان غضبان على الاخر. ولكن كوما مش بيهتم بيه وبيروح عند فرانكي ونامي عشان يمسحهم، فلوفي بيهاجمه ولكن بيعكس ضربته ولا كانه عمل حاجه. وساعتها بيمسح فرانكي وبعد كده بيمسح نامي، وطبعا لوفي كان هيتجنن وراح يهاجمه مره ثانيه ولكنه بيختفي وبيروح عند تشوبر، فتشوبر بيهاجمه ولكنه بيمسحه، وبعد كده بيروح عند روبن عشان يمسحها. وطبعا لوفي اتجنن على الاخر عمال يقول له كفايه كفايه بقى الطاقم بتاعي خلص، وبيمسح روبن قبل ما لوفي يلحقها. حتى لوفي بيقعد على الارض وعمال يعيط بيصرخ وبيقول انا ضعيف قوي، ليه ده بيحصل ليه؟ وكيزارو كان متضايق جدا بيقول له كوما انت بتعمل ليه كده؟ ولكن كوما مش بيرد عليه وبيروح عند لوفي عشان يمسحه هو كمان. مع السلامه يا لوفي، اتمنى انك تكون بخير. وفعلا بيتم مسح لوفي، وبكده يا اصدقائي مانكي دي لوفي وطاقم قبعه القش تعرضوا لاول هزيمه كبيره ليهم بالكامل في جزيره ارخبيل سباودي. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده والاحداث المجنونه اللي بتنتظرنا؟ استنونا في الموسم ال 12 من وان بيس. وعاوز اشكركم جامد جدا لانكم طلعتم رجاله في الموسم اللي فات وفجرتم اللايكات زي ما قلت لكم، ولو عملتوا كده في الفيديو ده اوعدكم الموسم الجاي هينزل في اقرب وقت. والسلام.